انا ديك السياره ديال الهيدروجين هذيك ما تركب عليها انت لا انا لهاد لا جينيراسيون اللي كيتفرجوا فينا. علاش؟ فيها الخياط اللي عنده كاب انفيست اللي كان وزير سابق. لا هذا كيفاش بديتي بمليون حتى 50 مليار. دابا ولاش عندك 50 مليار. هي الدعم الكلي اللي غيتقدم لهم لانه وزير دار شراكه مع الدوله. دابا وزير دار شراكه مع راسو. انت مسموم. علاش انا مسموم؟ بلاتي انا ما كندير طوموبيلات ما كندير حتى حاجه. انا نقول لك سؤال بسيط، هذا عنده 2 مليون 200 مليون وهنا لحقنا 50 مليار، الا هاد الشركه دارت فايت شكون غيتحمل الخساره ما بين 50 مليار و200 مليون؟ جيران. شكون الجيران؟ الجزائر. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نتكلموا مره اخرى على السيارتين المغربيتين. ما غاديش نرجعوا لذاك النقاش ديال واش السياره مغربيه ولا ماشي مغربيه، سالينا مع هذا النقاش هذا. ولكن شفت واحد الفيديو ولا واحد المقطع من فيديو ديال واحد المقابله صحفيه ما بين الصحفي المهداوي والدكتور والحقوقي عزيز غالي، واستفزتني صراحه يعني بعض المعلومات تما، وبغيت يعني نعقب على بعض المعلومات اللي ذكرت في هذا اللقاء الصحفي ولا هذا المقطع من اللقاء الصحفي. نشوفوا بعد اللقاء ومن بعد نعقبوا. كنسمعوا الاخبار الخايبه كاين شي حاجه زوينه في هذه البلاد السعيده. سيارتان مغربيتان بثمن يتراوح ما بين 17 مليون و 19 مليون وتوجه للسوق المغربيه، واخيرا المغاربه يعني اليوم عرفوا السياره ديالهم كحقوقيين كيفاش تستقبلوا الخبر. انا كنظن بلي هذا الخبر ديال السيارتين لان كاين جوج فرقوا بيناتهم. كاينه ديك السياره ديال الهيدروجين هذيك ما تركب عليها انت لا انا لهاد لا جينيراسيون اللي كيتفرجوا فينا. علاش؟ لانه مزيان نقولوا كاينه طوموبيلات الهيدروجين، ولكن انا كنظن معك دابا كشيميست واحد كيدير شيمي ماشي حقوق الانسان. هذيك السياره ديال الهيدروجين باش الهيدروجين يولي يصلح لنا كوقود للسياره خصنا نستعملوا الهيدروجين ليكيد ماشي الهيدروجين غازول. الهيدروجين ليكيد باش يتستعمل خصنا نخزنوه. التخزين ديال الهيدروجين ليكيد خصنا الريزرفوار اللي غنديروا فيه تكون درجه الحراره فيه ناقص 256 درجه اللي ما عندناش، ما غتكونش عندنا في المستقبل القريب. يعني هاد الخزانات حنا فاش جبنا لي فاكسان ناقص 20 ما لقيناهاش، فما بالك بناقص 256 درجه. بلاتي السي عزيز بلاتي. اول حاجه ملي جات الكورونا ولا الفاكسان ولا داكشي كامل جا على غفله ما كناش مستعدين له. بالنسبه للسياره فاصلا هي جايه بواحد نيو تكنولوجي، واحد التكنولوجيا اللي هي جديده. دونك اذا بدات هي هاد التكنولوجيا جديده دونك غتكون دايره حساب لكل شيء، يعني حتى التخزين ديال هاد الهيدروجين فغادي يكون دايره له حسابه وغيكونوا محطات خاصه للتخزين ديال هاد الهيدروجين. دونك هادي كنظن غير خربقت فيها السي عزيز. المهم نكملوا ونشوف. فريمون عندنا قطاع خاص قابل يستثمر في قطاع ديال السيارات ويجيب الفلوس ويطور الانتاج، او لا كاين رياء اللي ما باينش. وغادي نرجعوا شويه للتاريخ. شهاد نيو موتورز فيها جوج ديال الشركاء، فيها الخياط اللي عنده كاب انفيست اللي كان وزير سابق. لا هذا الخياط اخر محامي في فرنسا وجا دخل عنده شركه كاب انفيست، والشركه الثانيه هي ايلي انفيست اللي كان ديال مهدي بن سعيد ودابا مديرها بسميت مراته وولادو. ماشي هذا هو المشكل في لا كرياسيون. فاش تصوبت الشركه ديال بالخياط راس مالها شحال؟ 100,000 درهم. تبع معايا 10 مليون بالخياط بدا ب 10 مليون الشركه ديالو. الكارثه الكبيره هي الشركه ايلي انفيست ديال بن سعيد. شحال بدات مليون راس مالها 10,000 درهم. 10,000 درهم محامي. وقف هنايا. بالنسبه للشركات اللي كيبداو ولا لي ستارت اب كاملين كيكون راس المال ديالهم صغير بزاف، دونك كيقلبوا على المستثمرين. نشوفوا شنو غتقولوا ونكملوا. اذا من 10,000 درهم هذا عنده 100,000 داروا شركه اللي سميوها نيو موتورز. هذه ديال ايلي تقريبا 2012 2013 فاش دارت. نيو موتورز تكريات في 2018 راس مالها 2 مليون ديال الدرهم 200 مليون. اذا بن سعيد داز من مليون لحق 200 مليون باش داو راس المال ديال هذه الشركه المشتركه فيهم جوج. ماشي هذا كاع هادشي كامل ساهل. المشكل ديال هاد الشركه ديال نيو موتورز اللي فيها بن سعيد اللي ما خصوش يكون فيها لانه وزير دار شراكه مع الدوله. دابا وزير دار شراكه مع راسو. وفي هذه الشراكه شنو غيربحوا؟ في هذه الشراكه ديال بلاتي فين كاين المشكل اذا كان وزير مستثمر وزير خدام في القطاع الخاص واخا بسميت مرتو ولا بسميت ولادو، فين كاين المشكل؟ حتى لهنا ما بان لي كاين حتى شي مشكل. كملوا ونشوفوا. موتور شنو داروا؟ اول شيء الارض اللي خداو اللي داروا عليها لوزين شحال كراوه؟ مليون للشهر. المليون هكا تعاود المترو المليون شحال المترو الارض كامله المترو شحال فيها المساحه؟ تقريبا شي 2 هكتار كلك. مليون للشهر. باش قطرات مليون للشهر. ايوا مزيان الاستثمار الوطني نشجعوا الاستثمار غادي نشجعوا باقي التشجيع جاي. هاد الشركه دخلت في شراكه مع الدوله دون لو كادر ديال 3 بي بارتناريا بيبليك بريفي، والدوله وعدتهم باللي غادي تجمع لهم اترافير لي بونك اترافير الدعم ديال الدوله. هي الاول في الاول عطاوهم 156 مليون درهم، مليار و560 مليون ديال سنتيم. دابا شوف بدا بمليون لحق المليار و560 على 3 سنين. الدوله قالت لهم خلال 3 سنين غادي يلحق الدعم ديال الدوله ولا هاد الشراكه غادي تلحق 50 مليون ديال اليورو، يعني 50 مليار ديال السنتيم. كيفاش بديتي بمليون حتى 50 مليار؟ دابا ولاش عندك 50 مليار. هي الدعم الكلي اللي غيتقدم لهم من اجل انتاج هاد السيارات اللي غتبقى دير ما بين 17 مليون و 19 مليون. انا وياك مخلصين فيها سواء بشكل مباشر او غير مباشر بالدعم ديال الحكومه 50 مليار سنتيم. وهذا الشيء هذا فين المشكل فيه؟ راه اي ستارت اب كتبدا جديده كتبدا براس المال والو، يعني كيكون راس مال 10,000 درهم ولا 20,000 درهم،
ومن بعد كتجمع استثمارات. واذا عاونت الدوله دارت لها تسهيلات مثلا في الكرا، ولا مثلا عاونتها باش تجبر كريديات مع الابناك، او لا عطاتها دعم، في كاين المشكل، لان اصلا الدوله باغا تشجع الاستثمار في هذا المجال ديال السيارات. وحنا كنعرفوا ان الخواص ما كيقدروش انهم يدخلوا لهذا المجال هذا، لانه فيه الريسك كبير والارباح ديالو غير مضمونه. دونك الدوله بغات تشجع واحد لا مارك مغربيه، دعمتها. فين كاين المشكله السي غالي؟ نكملوا نشوفوا واش كاين شي معلومه جديده وديك الساعه ردوا عليها. كنتي فرحان شي الريع كي داير. ولكن عزيز دابا يقول لك عاوتاني انت مسموم. علاش انا مسموم؟ بلاتي انا ما كندير طوموبيلات، ما كندير حتى حاجه. انا غنمشي لولاد الشعب، هادشي اللي بغيت بغيت. لك مسموم باش نشرح لك. دابا بعض الناس اخرين اللي كذا علاش انت مسموم وكتقلب على البلاد باغي تسوق الطوموبيلات وصراع مع الجيران يجيبوا فلوس من عندهم. ودابا انت واخا نسولك سؤال بسيط. لا لا انا ماشي مسموم. نسولك سؤال بسيط. هذا عنده 2 مليون 200 مليون وهنا لحقنا 50 مليار. الا هاد الشركه دارت فايت شكون غيتحمل الخساره ما بين 50 مليار و 200 مليون؟ الجيران. شكون الجيران؟ الجزائر. الجزائر شكون؟ لا لا ما عرفوش شكون. لا ما عرف انا تحملها انت وانا، لان حنا كنخلصوا الضرائب. الضرائب ديالنا بلاص ما تمشي لولاد الشعب، شوف فين كتمشي، وغادي ندير لك المقارنه مع ولاد الشعب. واخا هذا هنا في هذه النقطه هذه كنتفق معاك. يعني خاص بالنسبه للريسك خاص يكون، ما عرفتش كيفاش غيكون، ولكن المهم الدوله خاصها دير واحد شي تامين ولا شي حاجه باش حتى الدوله تحمي الاستثمارات ديالها اللي استثمرتهم، لان ديك الفلوس اللي استثمرتهم راهم فلوس ديال الشعب ماشي فلوس ديال شي واحد. مزيان كمل. دابا سعيد كيتصرف عنده 50 مليار. غادي يلحقوا من هنا 3 سنين، يعني 2026 غيكون عندهم 50 مليار في الانفستيسمون كامل. بدا بمليون ولا عنده استثمار ديال 50 مليار. سي بن سعيد لا طبعا هو اللي داخل بالنص تما، كيقول لي مراتي وولادي زعما استاذ بن سعيد. نجيو عند ولاد الشعب. دابا هذا بوحدو ولاد الشعب. دابا هذه الحكومه باش وحدتنا بجوج ديال الاوراش كبار. كاين اوراش وكاين فرصه. بالنسبه للبيجي او التمويل المالي ديال الاوراش، واخا باقيين دابا اوراش مفتوحه، قالوا غادي يلحقوا ل 250,000 بوست دو ترافاي ولا 250,000 واحد اللي غيستافد. هاد 250,000 كامله شحال خصات لهم الدوله؟ خصات لهم 225 مليار سنتيم. تصور 250,000 ديال المواطنين المغاربه خصنا لهم 225 مليار، وواحد عطينا 50 مليار. ولكن بن سعيد ياك عندهم مغربي ولا سي بن سعيد هذا الفرصه كذلك باش تبان لك داك المليون ديال بلاتي وقف في هذه القضيه هذه. بالنسبه للاوراش حنا كنعرفوا ان اوراش هما خدامين اللي هما موسميين ولا واحد الفتره معينه، ودارتهم الدوله باش تعاون الشباب انهم يتحركوا شويه ويدبروا واحد المدخول. ولكن ملي كنشوفوا الانتاج ديال ديك الاعمال ديال الاوراش فراه تقريبا زيرو. راه تقريبا الدوله ما كتستافد والو من داك الشيء، اغلبيه ديالهم عطاتهم الجمعيات. يعني داك فلوس راها خساره ماشي استثمار. يعني بحال غير تعاونت مع الشباب باش انهم يتحركوا في اعمال اللي هي اغلبيه اعمال جمعويه ماشي اعمال تنمويه اللي غتدخل الفلوس. دونك ما نخلطوش الله يرضى عليك السي عزيز، رغم يعني كامل احترامي. كملوا. فرصه. الدوله كتهضر لك على بزاف الناس غادي يستافدوا. هذا اش دارت معاهم الدوله؟ قالت لهم غادي نعطيكم 10 مليون، فيه مليون هو الدعم ديال الدوله المباشر، و9 مليون علاش كالكريدي اللي غيخلصوه. كيفاش واحد جاب مليون لحق 50 مليار وانت الدعم اللي غتقدم للمواطن المسكين اللي غيبغي يدير فرصه يلاه مليون؟ دابا انت حامد يجي عندك تعطيني مليون ومن هنا تزيد عندك 50 مليار. بلاتي هاد الناس اللي عندهم فرصه، واش جا شي واحد قال غيدير ستارت اب ديال السيارات اللي باغي ينافس بها اكبر الشركات العالميه؟ دونك ما نكونوش شويه شعبويين ونخلطوا شي في شي. راه كاين فرق ما بين ستارت اب اللي هي عالميه وما بين مشاريع عاديه. مثلا افتح محل ديال السناك ولا شي حاجه، ما تخلطليش الله يرضى عليك. المهم كملوا نشوف. لا عندي واحد الجواب. راه هذا هو الريح. هادشي اللي خصني نشوف انا في الطوموبيل. انا ما عندي مشكله كون جا وقال لك طوموبيله مغربيه راس مال مغربي، عندنا واحد 25 مليار غادي نحط والدوله غتعطيني 25 مليار باش نكونوا قد ما عندي مشكله. ونسيتي واحد القضيه، ان هاد الشركه هذه غادا تفتح تقريبا ما يقارب 580 منصب شغل. هادو مين غيجيو هاد المناصب ديال الشغل واللي خدموا فيهم كفاءات مغربيه؟ دونك ما نبقاوش نخلطوا العرارم الله يرضى عليك. المهم كملوا نشوفوا شنو 25 مليار باش نكونوا قد ما عندي مشكله. كنت نقول هذا قطاع حر جاي فلوسه كيستثمر. ولكن انت جايب مليون وتديني تقرضني 50 مليار. زوينه تقرطنيش هذه ما سمعناها. ما عندها ثمن. وعاد انك انت في الدوله والدوله غتدعم القطاع الخاص وانت فاعل في القطاع الخاص. يعني فاش غيتطرح هذا المشروع غادي يتطرح والمجلس الحكومي وجالس، واش بن سعيد يقول لهم لا ما تعطيهمش الفلوس؟ راه ما يمكنش. راه انا هادشي اللي كاين في الطوموبيل. شوف هاد المشكل هذا ديال تضارب المصالح راه كاين في اعلى راس ديال الحكومه. يعني الرئيس ديال الحكومه فاعل في القطاع الخاص. دونك هذا ما خلطوش شي في شي الله يرضى عليك، لان هو فعلا كاين مشكل. انا ما كنتفقش مع هذه القضيه ديال تضارب مصالح ما بين الحكومه وما بين القطاع الخاص، ولكن ماشي احتاجينا للسياره
عاد نجبدوا هذا المشكل. هذا المشكل راه هو كاين من الاصل، يعني الا كنا نهضروا على المشكل نهضروا عليه من الاصل. كملوا نشوفوا شنو باغي يقول في هذا الموضوع. هما 17 مليون 19 مليون هذا هضره خاوي. انا اللي كيهمني هو هذا، كيفاش واحد من مليون بالريال، هذا ريال كاين شي حاجه اخرى من غير الريال، وصل انه غادي يتحكم من دابا 3 سنين في 50 مليار، بقى في الحكومه ما بقاش ماشي مشكل. ولكن حنا كبلاد نربحوا. اش تربح؟ يعني الفلوس خرجت هذه انا غادي نربح كون جاب فلوس. الطوموبيلات لا كون جاب. ثانيا سوق المنافسه، واش غتقدر على المنافسه؟ واش غتقدر على داسيا؟ غتقدر على بزاف ديال الحوايج، واش غتقدر ولا لا؟ ممكن وتقدر ما تقدرش. اذا شنو هو الاستثمار؟ هذا الاستثمار اللي فيه زيرو ريسك، ما فيش الخساره كاع، الا جايب شويه وغادي بزاف. هذا طبعا هادشي اللي كاين، وماشي غير في هذا الوضوء. هذا هو الاستثمار. يعني انا غادي نستثمر وداخل على واحد المشروع وعوال انني نربح. يعني انا ماشي في الاول عوال نخسر، اولا في الاول باغي نربح اولا عارف راسي عن الربح. لا، هذا هو الاستثمار. هو علاش الناس كما قلت قبيل ما كيقدروش انهم يدخلوا لهذا المجال ديال السيارات، بما انه دعمه الدوله. وانا كنتفق مع هذه القضيه ديال دعم الدوله، لان ملي غتدخل الدوله وملي غيدخل يعني المالك في هذا المشروع هذا، فكنظن يعني الاحتماليه ديال ان المشروع يفشل كيكون قليل. انا مع الدعم ديال الدوله لهذه الشركه، خصوصا انها اول علامه مغربيه اللي غادا تخرج لسوق الشغل. دونك هذا الكلام هذا صراحه كامل يعني كيدغدغ العواطف، ولكن ما كنتفقش معه. شنو بان لكم الاخوان نتوما في هذا الراي ديال الصحفي، اولا عفوا ديال الضيف ديالو عزيز غالي؟ واش كتفقوا معاه ولا كتشوفوا انه تبذير ديال المال العام الى اخره؟ ما تنساوش خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق، ونتلاقاو في فيديو جديد. الى اللقاء، تبارك الله عليكم.